هاتي حلبة حصى بنجيبها من عند العطار او البقالة او السوبر ماركت، ربع كيلو كفاية، او الكميات كانت كتير اخدت منها شوية، اغسليها اكتر من مرة تحت مية جارية عشان بيكون فيها اتربة، انقعيها بقى في مية نظيفة لمدة 4 ساعات. بعد ال4 ساعات هتلاقي حجمها زاد والحبة نفشت كده. في مصفى بقى او في بلاستيكة اي حاجة ليها فتحات هنبدأ نحط فيها الحلبة، والطبقة بتكون متوسطة مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. نجيب بقى فوطة او قطعة قماش نظيفة هنغطي الحلبة كلها وهنبل القماشة اللي فوق، وكل يوم نبلها كده من 3 ل4 مرات، يعني مثلا مرة الصبح ومرة الظهر ومرة بالليل، نبل كده القماشة ببخاخة او بايدينا. وينفع جدا اكواب بلاستيك زي دي بس، او علب جيلاتي، بس المهم تعملها فتحات بشوكة من تحت، وبرضه نغطيها والقماشة تكون ملامسة لسطح الحلبة. بعد 3 ايام هنلاقيها نبتت وعملت زريعة كده، دي اسمها حلبة منبتة. بتتاكل كده زي التسالي زي السودان وزي الترمس، عندنا في عاداتنا وتقاليدنا في مصر لازم بنعملها في العيد. يا ترى انتوا كمان عندكم كده في عاداتكم وتقاليدكم ولا لا؟ ما تنسوش اللايك والقلب، وكمان